السلام عليكم أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. رجعت لكم بعد غياب طويل، إن شاء الله ما زدتش نغيب عليكم بزاف. واليوم درت لكم كمونية بطريقة سهلة جدا. نبداو في التحضير. نجيب كاسرونة، نشعل النار، نحط شوية زيت، 3 مغارف كبار. اللي عنده زيت زيتون يدير زيت زيتون الأحسن. نخلي الزيت نتاعي حتى يسخن. وهاي الكبدة تاعي، كبدة الدجاج اللي كنت غسلتها بالخل ونقيتها وقطعتها دي مورسو كبار، من الأحسن يكونوا كبار، ما تقطعهمش صغار. نحط الكبدة نتاعي تتقلى مليح، مرة على مرة نحركها كما راكم تشوفوا. نعودوا أنفسنا احنا نوجدوا في العشاء أو الغداء بالذكر بالصلاة على الرسول أو الاستغفار، فصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ما تقلات لي نزيد شوية ملح، ما نكترش بزاف، ونحرك ونخليها تتقلى. بعد ما تقلات نوجد الدرسة نتاعي. درت 3 سنات ثوم. نجيب مهرس، اللي عنده المهرس يدير في المهرس، اللي ما عندوش يدير في الربع. نزيد شوية ملح، نزيد فلفل حار عكري، ونزيد كمون، ونزيد راس الحانوت، ونزيد شوية فلفل أسود، ونهرس توم والمكونات، خلطهم مليح. نزيدو نجيبو رأس فلفل حار وشوية ما، ونهرس المكونات مع بعضهم. بعد ما هرستهم والكبدة نتاعي تقلات، نحيها، نحطها في صحن على جيه. نزيد شوية ما في المهرس، فنجان صغير، فنجان تاعي، ونحط الدرسة نتاعي في الكاسرونة اللي تقلات فيها الكبدة بدون إضافة الزيت، على خاطر الزيت اللي قلنا فيه نقلي فيه. ونزيد شوية طماطم مصبرة على راس المغرفة، ونخلط، خليهم حتى يتقلوا مليح باش تروح لها القراصية تاع الطماطم. نزيد شوية ما باش ما تتحركش، ونخليها تتقلى مليح. بعد ما تقلات نحط عليها تقريبا 2 كيسان ما، ونغطي عليها ونخليها تغلي. بعد ما غلات كما راكم تشوفوا، نحط عليها الكبدة تاعي اللي كنت قليتها، ونغطي عليها ونخليها تتجمر كما راكم تشوفوا، ونغطي عليها ونخليها تعقد. طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة، 10 دقائق وانتي وجدتي عشاك ولا غداك.
بعد ما نقصت لاصوص تاعي، لازم لاصوص تكون عاقدة، وحطيت لها قرن فلفل حار. اللي يحب يستغنى على الفلفل الحار ما يحطش. كما راكم تشوفون حطها في الصحن، تشوفوها في صحن التقديم. هاي الكمونية تاعي بعد ما طابت ما شاء الله بنينة، والمرقة خاطرة. نتمنى جربوها. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه، ولا تنسوني بالاشتراك والاعجاب، ومع السلامة.